السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه نتاع العرايش اللي هي رائعه خصوصا للمبتدئات. انايا جامي ما خدمت العرايش، هذه اول مره نخدمهم معاكم. قلت صدقوا هي هذيك، ما صدقوش ما شفتوني ما شفتكم اكيد. فبما انني فأرت التجارب نتاعكم كالعاده، فقلت غادي نجرب هذه الوصفه وراح نديرها لاول مره كما قلت لكم سي العرايش. بالنسبه للمبتدئات اللي جامي ما سياوهم وخايفين انهم يسيوهم، غير زعموا بهذه الوصفه هذه، خاطر شوفوا كيفاش قسمت معكم الحبه كيجي هشيش ويذوب في الفم، والبنه ما نحكي لكمش، فري يجي رائع. فكما شفتوا معايا شوفوا كيفاش راني نفتته، خفيف خفيف، يعني اول مره نشوف علايش كيما هكا خفاف وطريين بزاف. فخليكم معايا باش نتعرفوا على الوصفه، ويلا نبداو. بالنسبه لمقادير الوصفه، فشوفوا الكيله اللي نعبروا بها الفرينه راح نعبروا بها السمن. عندي هنايا 3 كيلات نتاع الفرينه، وزدت لهم واحد القرصه تاع ملح. الفرينه ضروري انكم تغربلوها، ما تنسوش تغربلوها مع قرصه ملح. وعندي هنايا كيلة نتاع السمن دايب وبارد، انا ذوبته وخليته يبرد حتى تحصلت على هذا القوام هذا. فكما قلت لكم الكيلة اللي نكيلو بها نستعملو نفسها. وعندي هنايا صفار بيضة، خاطر البيض يعطينا واحد الهشوشيه للكاطو، هو اللي يخليه هشيش وخفيف. وعندي هنايا ملعقه تاع سكر غلاس وملعقه نتاع لافاني. وايضا راح نحتاجو الكيلة مخلطه فيها النص نتاع الماء والنص نتاع ماء زهر باش نلمو العجينه تاعنا. بالنسبه لطريقه التحضير، فهنايا غربلت هداك السكر اللي عندي مع لافاني على الفرينه اللي عندي. كما قلت لكم غربلوا كل شيء باش تجي لاباط نتاعكم رطبه وما تغبنكمش في الخدمه. ودروك جبت السمن، فراح نبدا نضيفه تدريجيا للفرينه نتاعي، وراح نبدا ندخله في هذيك الفرينه حتى تتبسس كما نقولوا، يعني شويه بشويه حتى كامل هذاك السمن هذاك يتجانس مع الفرينه اللي عندي. ومن بعد ما خلطت السمن مع الفرينه، دروك راح نضيف هذاك حبه تاع صفار البيض. ديروا غير الصفار تاع البيض باش تجيكم لاباط نتاعكم هشيشه وتجي طريه بزاف. ودروك راح نبدا نلمها بهذاك الماء اللي خليط مع ماء زهر. ما تدفعوش دفعه واحده، يعني ما تفرغوش دفعه واحده، تدريجيا غير بشويه باش ما يشمتكمش ولاباط نتاعكم تجي جاريه ما تصيبوا فيها ما تلموا. يعني الا جات جاريه وزدتوا لها العجينه صاي خسرتوا لاباط نتاعكم، فضيفوا تدريجيا. بعد ما لميت العجينه تاع العرايش فخليتها تريح، ودروك راح نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه فعندي هنايا اللوز محمر ومرحي بدون قشر. طحنت 2 كيلات ونص نتاع اللوز عندي هنايا مرحيين، ضفت عليهم 4 كيلو نتاع السكر العادي، وضفت عليهم تقريبا ملعقه صغيره نتاع الفانيلا، وايضا نصف ملعقه صغيره نتاع القرفه. راح نخلي لكم كامل المقادير في صندوق الوصف باش ما تتلفوش فيهم. ودروك راح نبدا نخلط هذوك النواشف اللي عندي، ومن بعد راح نبدا نضيف لهم 2 مغارف نتاع السمن دايب. كما راكم تشوفوا معايا هنا راح نضيف لهم 2 مغارف نتاع السمن دايب باش الحشو نتاعي يجيني طري وهشيش في وسط التشارك نتاعنا، باش الحشو ما يجيش يابس انما يجي طري وهشيش، وكي تقسموا الحبه تجي طريه. عفوا ماشي التشارك، دائما نخلط ما بين العلايش والتشارك. فهادو العلايش كما قاعدين تشوفوا انا قاعده ندخل داك السمن في وسط اللوز اللي عندي. تقدروا تستخدموا اي حشوه تبغيوها نتوما، لوز ولا قوقه ولا اللي بغيتو ولا قرقاع. وهنايا قاعده نضيف ولا نلمها بما زهر. لاباط نتاع الحشو لازمها تكون طريه، ما ديروهاش يابسه باش الحشو نتاعكم ما يبسلكمش، وحتى كي تكونوا تخدموا بها راح تنشف لكم، فمن الافضل انكم ديروها طريه. وبالنسبه للوز فطحنوه جيدا تتحصلوا على كما نقولوا خليط ناعم. وهنايا لميتها كما شفتوا تحصلت على عجينه طريه. ومن بعد ما حضرت العجينه كما شفتوا هنايا انا ديجا كنت قسمتها ووزنتها. درت كل حبه نتاع العجينه فيها 35 غرام، يعني حتى في يدي وراني رسم الرقم شحال بعدا تلا نسيتو تفكروه. 35 غرام ولا 34 غرام
في العجينة، وعندي هنايا 15 غرام في الحشوة، يعني خليوها في راسكم هذه 15 غرام في الحشوة و35 غرام في العجينة. والآن راح نخدمها بهذا المول تاع التشارك. كما قلت لكم هذه أول مرة عندي مشي تشارك، يا رب استغفر الله، العرايش. هذه أول مرة ولا أول تجربة عندي مع العرايش، فهذا المول هو اللي شجعني الصراحة باش نديرهم، فقلت ضروري خصني نجربه ونسيه معاكم ونعطيكم رأيي فيه واش يصلح ولا لا. للصراحة هو عجبني، لخاطر يسهل الخدمة وسيرتو للمبتدئات اللي باغيين يجربوا العرايش وعمرهم ما زعموا باش يديروهم، فشريو هذا المول هذا هو اللي راح يزعمكم عليهم. والآن راح نوريكم طريقة استخدام هذا المول هذا. هذا المول هذا الله أعلم لا شيته 40,000، مانيش عاقلة بالضبط شحال شيته، ولكن 40,000 خاطر كنت شريت معاه بزاف صوالح. كما راكم تشوفوا هنايا جبت 2 ساشيات وقاعده نورق فيهم هذيك العجينه اللي عندي. بالنسبه للطروه تاع العجينه ما ديروهاش جاريه بزاف، ماشي طريه بزاف، وبنفس الوقت ما ديروهاش قاصحه بزاف. يعني عينكم هي ميزانكم، خليو العجينه تاعكم طريه وبنفس الوقت قابضه روحها باش تقدروا تحكموا فيها في الخدمه. فكما قاعدين تشوفوا هنايا قاعده ندير حرف التي بالحشوه، وراح نبدا نلم عليه هذيك العجينه تاعي ونغلق جيدا باش هذيك الحشوه ما تخش على برا. يعني نفس طريقه تاع العرايش العاديه، غير هي حنا ما غاديش نلويوها كما الطريقه العاديه، انما راح نجيبو المول وهو اللي راح يدير خدمته. فكما شفتوا هنايا غير لميت هذيك العجينه اللي عندي مع الحشو، وهنا ضروري خصنا نستخدمو ساشي باش العجينه ما تلصقناش في المول وتعذبنا ويضرب لنا كلشي في الزيرو. فكما قاعدين تشوفوا انا قاعده ندخل هذاك الحبه تاع العرايش اللي عندي باش نشكلها في المول باش تدي داك الشكل نتاع حبه العرايش، وراح نضغط عليها مليح باش كامل هذيك العجينه تسرح في المول. وهذا هو الشكل اللي راح نتحصلوا عليه. كما قلت لكم هذا المول هذا بالنسبه للبنات اللي باغيين يجربوا العرايش غير شريوه وما تترددوش، خاطر هو اللي راح يزعمكم على العرايش وهو اللي راح يخليكم تخدموهم. وهادو هما حبات العرايش نتاعي. من بعد ما شكلتهم راح نحطهم في الصني اللي نطيب فيه. على بالي هنا البابي كويسون طيبت فيه معليش، المهم غادي نستعمله حتى نرميه. فكما كنت تشوفوا هنا حطيت فيها دوك الحبات نتاع العرايش وراح نخليهم يرتاحوا ومن بعد عاد نطيبهم. وبينما كنت دخلت العرايش نتاعي كانوا يطيبوا، فهنايا راح نحضر معاكم الطليه. فعندي هنايا كاس نتاع الزيت نتاع لاتاي، استعملوا كيسان تاع لاتاي، وكما راكم تشوفوا انا عندي كبار فما عمرتهمش بزاف. عندي هنايا كاس تاع مازهر، عندي هنايا كاس نتاع بياض البيض، وايضا راح نحتاج الكاس نتاع الليم طبيعي معصور ومصفي، خصنا نصفيوه الليمون. وايضا راح نحتاجو للسكر الناعم ولا سكر غلاس، وعندي هنايا ملعقه نتاع لافاني تكون شويه كبيره، وايضا عندي هنايا ملون غذائي في اللون الابيض ضروري تستعملوه، انا استعملت منه 2 تاع الساشيات. فدروك راح نبداو في طريقه التحضير. فكما راكم تشوفوا معايا هنايا فرغت الزيت كاع السوائل اللي عندي، بياض البيض وايضا مازهر وايضا الليمون. هذاك الليمون راح يعطينا الحموضيه شابه، حموضيه وذوق للكلاصاج نتاعنا ولا الطليه. فضفت ايضا لافاني وقاعده نخلط، ودروك راح نبدا نضيف في السكر غلاس نبداو نضيفو فيه تدريجيا ونخلطو شويه بشويه ونبقاو نخلطو. ما تنسوش تغربلوه ضروري يكون مغربل باش الطليه نتاعكم ما تجيش حرشه. واحد النصيحه نعطيها لكم قبل ما تدخلوا العرايش نتاعكم يطيبوا، خليوهم يريحوا تقريبا من نصف ساعه حتى لساعه، حتى يقبضوا كيما نقولوا، حتى يقبضوا داك الشكل نتاعهم. عادوا دخلوهم يطيبوا في الفور باش كي تدخلوهم يطيبوا في الفور ما يتخسر لكمش الشكل نتاعهم ويتبدلوا، ولا كيما نقولوا يعواجوا لكم في وسط الفرن. فهذه هي، خليوهم تقريبا من نصف ساعه حتى لساعه حتى تحسوا العجينه بدات تقصاح، وديروا فيها واحد تقيبه صغيره من الفوق عاد ودخلوهم يطيبوا.
كما شفتوا معايا هنايا قاعده نضيف الملون الغذائي، وراني دايره حرب نتاع السكر كلاص في الكوزينه. فهنايا قاعده نضيف تدريجيا. تقريبا انا هاد الطليه هذه كلات لي من 2 كيلو ورطل حتى ل3 كيلو تاع السكر كلاص. يعني بقاو تخلطوا حتى تجيكم ثقيله عاد وحبسوا. وهذا هو التشارك نتاعي، عفوا العرايش. هذا هو العرايش نتاعي من بعد ما طيبتهم. هنايا درت الطليه تاعي في لابوشادوي وقاعده نفرخها على دوك العرايش. تقدروا ايضا تستعملوا الطريقه التقليديه، تجيبوا الطليه في واحد الطاسه وتبداو تغطسوا فيها العرايش وتخرجوهم. ايضا راح تجيكم الخدمه سهله كيما هكا. انا في الاول بديت نخدم كيما هكا، ولكن من بعد كملت انني بقيت نغطسهم ونخرجهم، تجي الخدمه اسهل من لابوشادوي. وهادو هما بعد ما خليتهم تقريبا نشفوا واحد نص ساعه. نصيحه كي تديروا لهم الطليه خليوهم يقطروا على الشباك باش ما تغبنكمش الخدمه وتجيكم سهله، باش ما يلصقولكمش. فهنايا قاعده نحي هذوك الزوائد نتاع الطليه. هاد الطليه هذه تجي طريه بزاف، وماشي من ديك النوعيه تاع الطليه اللي تجي يابسه وكتعضوها تقرمكم في سنيكم، انما تجي طريه وتجي شابه. فدروك انايا راح نبدا نزين في العرايش نتاعي. كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. كما قلت لكم كي تجيو طيبوهم تقبوهم واحد التقيبه من الفوق باش يخرج منهم هذاك الهواء وما ينتفخولكمش في وسط الفرن. فانا هنايا عندي هذا الملمع الابيض، يعني استعملت هذا الملمع الابيض بريون يخلي العريش نتاعي يبريي ويعطيهم واحد المنظر شباب. وكما قلت لكم ما تنسوش الملون الغذائي تضيفوه على الطليه، لخاطر هو اللي يعطيكم هذا اللون الابيض. لو كان تستخدموا غير سكر كلاص بوحده ما راحش تحصلوا على هذا اللون هذا، انما استعملوا الملون الغذائي. خاطر كون تستعملوا غير سكر كلاص الكاطو تاعكم راح يخرج بلون كاسي، ما يجيش بيض ناصع كما هكا. ودروك قاعده نكوفري الحبه نتاع العرايش نتاعي بهذاك الملمع. كما راكم تشوفوا قاعد يعطيها واحد اللمعه واحد النظره شابه. البنات اللي تخافوا انكم تجربوا العرايش ولا متوقعينهم حاجه صعيبه، حتى انا كنت كيفكم كما هكا، ولكن الصراحه من بعد ما جربتهم هذه اول مره، هما ما نكذبش عليكم فيهم الخدمه وفيهم التعب، ولكن هاد لاغوسات اللي عطيتها لكم اليوم فري ناجحه فري شابه وناجحه، وتخرج العرايش يدوبوا 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 وخفف بزاف. يعني ما راحش يحشمكم، حتى لو تجربوه لاول مره راح يعجبكم وراح يحمر لكم وجهكم كما سيته انا معكم. يعني كما قلت لكم اني اول مره نسيه خرج هايل. فبالنسبه للتزيين انا هنا كنت شريت هاد الوريدات نتاع عجينه السكر. بغيت ندير داك التزيين القديم هذاك اللي كان يجي كنا نخدموه الجزائريات وكلش، بغيت نفس هذاك التزيين هذاك كما راكم تشوفوا. مبغيتش ندير هذاك التزيين تاع اليوم بلا فيدور وكلش، بغيته كيما هكا. فهنا راح نلصق هذيك الحبه نتاع الورد عليه بالشوكولاته البيضاء، ندوب شويه شوكولاته بيضاء ونلصقها عليه. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلت عليها. يعني كما قلت لكم مقارنه باول مره نجربه عطاني نتيجه مرضيه بالنسبه ليا. ما عرفتش نتوما الا راح يجيكم شباب ولا لا، ولكن انا شخصيا عطاني نتيجه مرضيه وبغيت نشاركها معكم خاطر فرحت به الصراحه. انا بالنسبه ليا كان كما نقولوا حاجه صعيبه انني نجربها، وجربتها هذا النهار. وبالاخص مع هذاك المول ننصحكم به خاطر هو اللي راح يزعمكم باش تسيو هذا العرايش هادو. وكما هكا غادي المره الجايه كي نجربهم راح نجربهم بلا مول اكيد. كما قلت لكم المول يخليكم تجرؤوا باش تجربوهم، من بعد راح تبداو تخدموهم يدويا احسن وراح توليو تتفننوا فيهم اكثر واكثر. فكما شفتوا معايا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. والطراوه ما نحكي لكمش، يعني الوصفه خليوها هي فقط. راح المره الجايه الى عاودت خدمتهم راح نخدمهم بيدي اكيد، ما راحش نستعمل المول وراح نتفنن فيهم اكثر واكثر. لخاطر دائما الحلويات يحتاجون الممارسه، يعني نبداو بهم خطره 2-3 حتى نوليو محترفين فيهم. حتى واحد مازال متعلم شويه بشويه، والواحد يبدا يتعلم ويتقن هذيك الحاجه اللي باغي يتعلمها.
يعني هاد الهضرة قاعدة نقولها للبنات اللي يخافوا انهم يزعموا يجربوا الحلويات ولا اي حاجة باغيين تعلموها. ما تخافوش، يعني مجرد ما تزعموا فيها اول مرة صاي، مجرد ما تطيروا هذيك الدهشة صافي غادي تتعلموها 100%. فكما وريتكم في اول الفيديو، شوفوا كي نقسم الحبة طرية طرية، وهداك الحشو يعني مداك درنا فيه السمن ودرناه طري، فيجي طري ما يجيش يابس نهائيا. شوفوا كيفاش تجي الحبة تفتت، وحتى هذيك الطلية طرية، يعني كل شيء على بعضه. هاد الكاطو هذا يجي طري وخفيف ورطب، يعني حتى الناس اللي سنيهم يوجعهم وكلش ما راحش تعذبوا معاه. فكان هذا هو الفيديو نتاعنا تاع اليوم، وكانت هذه حلوتنا اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتم من النصائح اللي عطيتهم لكم. ما لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.